في الكبسولة الكروية النهاردة، هل مستقبل توماس توخيل في خطر؟ وهل هو رجل بره ورجل جوه بايرن ميونخ؟ وهل عدم مشاركة كيليان امبابي امام نانت في الدوري الفرنسي كاساسي وراها خناقة جديدة بينه وبين لويس انريكي وإدارة النادي بسبب تصريحاته الجديدة انه ماشي في الصيف؟ والدوري الانجليزي نار يا حبيبي نار، انما ايه المؤشر اللي يخض المانشستر سيتي؟ وايه توقعات السوبر كمبيوتر اوبتا اللي قد لا تصيب؟ وهل صراع الليجا رجع من جديد؟ كل ده واكتر هنعرفه في الكبسولة الكروية. نفس كروي عميق ونبدأ الملخص. في انجلترا وفي قمة الدوري الانجليزي بين سيتي وتشيلسي يتقاسموا النقط الفرقتين، حيث ان الشوط الاول تشيلسي كان احسن واستحق التقدم عن طريق رحيم ستيرلينج، وفي الشوط الثاني مانشستر سيتي كان احسن واستحق التعادل عن طريق رودري. والمؤشر الخطر هنا لمانشستر سيتي مش انه وقع نقطتين قدام تشيلسي، المؤشر الخطر انه لحد دلوقتي ما كسبش ولا ماتش قدام التوب 5 او الفرق اللي حواليه اللي بتحتل المراكز الخمسه الاولى، وزود عليهم تشيلسي اللي هو في المركز العاشر لكن اسم كبير. فهنا بتشوف ان في ازمه لبيب جوارديولا الموسم ده انه يكسب الفرق الكبيره، وده خطر كبير لما اقول لك ان جوارديولا هيلاعب من اول مارس لاول ابريل الفرق الاتيه: يونايتد اللي بقى فورمه، بعديه ليفربول، بعديه برايتون، بعديه ارسنال، بعديه استون فيلا. يا ساتر. لكن جدير بالذكر ان رجاله جوارديولا هما في الثالث دلوقتي بفارق نقطتين عن ارسنال، لكن معاهم ماتش مؤجل قدام برنتفورد الاسبوع ده، لو كسبوه ممكن يرجعوا للمركز الثاني. ومن هنا بيشتعل الثري هورس ريس او الصراع الثلاثي بين ليفربول المتصدر وارسنال الثاني ومانشستر سيتي الثالث على دوري انجليزي في موسم لا يخلو من المتعة والولعة والإثارة، موسم شبه مستحيل تتوقع مين هيكسب بيه، لأن السوبر كمبيوتر بتاع أوبتا سألوه مين هيكسب الدوري الإنجليزي، طلع إحصائية إن 65% نسبة لمانشستر سيتي، 25% نسبة لليفربول، و10% لأرسنال. انما انا متاكد لو سالنا الكمبيوتر ده تاني بعد تعادل سيتي النسب هتتغير، ولو كانت الكوره بتتحسم بكمبيوتر واحصائيات ما كناش اتفرجنا عليها. وعشان كده الدوري ده هنقعد نتفرج عليه لاخر نفس، والصراع لازال مستمر. وهنا تشيلسي يستحق ان احنا نتكلم عليهم شويه. تشيلسي في اخر 3 ماتشات كلهم بره ارضهم كسبوا فيلا في الكاس وكسبوا بالاس في الدوري وتعادلوا مع السيتي في السيتي، وهنا في بصيص من الامل انهم يبنوا عليه. يعني لو رجال بوكيتينو قدروا يكسبوا ليفربول في نهائي الكاراباو كاب الحد الجاي 25 فبراير هيحافظوا على الدفعه دي، ودي ممكن تساعدهم يتسلقوا جدول الترتيب في الدوري، ويا عالم يمكن يلحقوا يوروبا كونفرنس ليج ولا حاجه. استون فيلا ويونايتد بيكسبوا ماتشاتهم في الوقت اللي توتنهام بيخسر فيه من وولفز، وتشتعل بينهم منافسه على مقعد دوري ابطال اوروبا. في اسبانيا مدريد بيتعادل مع رايو فايكانو في الوقت اللي برشلونه فيه بينتزع فيه فوز في لحظه اخيره من بينالتي عن طريق روبرت ليفاندوفسكي. وجيرونا لو كسب النهارده يبقى الاثنين قربوا، خصوصا جيرونا هيبقى على بعد 3 نقط من الملكي، وده معناه ان الصراع على لقب الليجا لازال في الملعب. وبالنسبه للقصه اللي دايره في فرنسا على ان مبابي ما ابتداش اساسي، فالحقيقه ان هي مش قصه خناقه وانه ماشي ولا حاجه، وحقيقه الاخبار هي ان باريس منفرد بالصداره في الليج 1 بفرق 500 نقطه بس، فالراجل لويس انريكي قرر ان هو يريحه عشان يشيله للاهم، وهو ماتش ريال سوسيداد في اسبانيا مع زخم ماتشات الدوري. اما بالنسبه لقصه انه ماشي فهم كده كده عارفين من زمان، والهدف دلوقتي ان هم يطلعوا احسن ما عنده عشان لو عندهم فرصه في دوري ابطال اوروبا. والقصه في الحقيقه مش قصه قفش خالص، بدليل انه نزل في الدقيقه 62 وجاب بينالتي في الدقيقه حاجه و70، وكان الهدف الثاني لفوز باريس على نانت 2-0 امام ابننا الاناكوندا مصطفى محمد. ونطير على المانيا، والحقيقه ان توماس توخيل بيخسر للمره الثالثه على التوالي في ظل اسبوع، والمره دي بيخسر من بوخم 3-2 ومستقبله بقى في خطر. وبالرغم ان الاداره قالت ان هو لسه في امان، دي معناها ان هو في امان لحد ماتش اللي جاي، وماتش الجاي خطر جدا لانه قدام مين؟ قدام لايبزيج. واعتقد لو توخيل خسر للمره الرابعه على التوالي هيتقال له مع السلامه والقلب دعيلك، ومش هيستنى لاخر الموسم. اما لو كسب في اخره يستنى برضه لاخر الموسم، لان الكلام انه كده كده هيمشي في الصيف، وهتبقى الخناقه في بايرن مع ليفربول على تشافي الونسو. ودي كانت احلى كبسوله عشانك يا راجل يا عسوله. التفاعل واللايك والشير، ولو احنا على اليوتيوب نعمل سبسكرايب، واشوفكم فيما هو قادم من كبسولات كرويه. صباحكم عسليه. باي.